السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. نبدأ كلامنا بالصلاة والسلام على رسول. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، صلاة تنفك بها الكرب وتنحل بها العقد وتكون شفيعة لنا يوم القيامة. النهاردة حابة اقول لكم على نوع العلف اللي انا اكتشفته جديد يفرق كتير خالص على انواع العلف اللي انا كنت بستعملها. هو نفس الشركة تقريبا. ينفع بقى لكل انواع الطيور اللي بتستعمليها عندك، اللي هو العلف البادي. لما تجيبي، انا هنا في الشرقيه بنستعمل الايمان، مشهور جدا في الشرقيه. معرفش بقى في باقي المحافظات بيبقى انواع العلف في ايه، طبعا في انواع كتير وشركات كتير، بس هو هنا في الشرقيه المعروف الايمان. عند كل العلافين اللي بنجيب من عندهم، او الناس اللي بنجيب من عندهم اللي هم بتوع شركات الطيور، يعني المكاتب بتاعت الطيور، كله بيقول علف الإيمان. بس في نوعين من علف الإيمان، وبالذات في العلف البادي. الإيمان الذهبي. لما تجيبي علف بادي للطيور، الفراخ الصغيرة، سواء فراخ بيضة بلدي أو بطة، أي نوع عندك بنجيب له بادي أول ما بنجيبه. فتديله الإيمان الذهبي. هتلاقي الإيمان الذهبي ده عامل زي الفورماسيل، حجم الفورماسيل كده او اكبر شويه، اللي عارف الفورماسيل. شرايح كده وبتاع، لكن التاني مكسر ومهري والطيور ما بترضاش تاكله. وانا جربت ده وجربت ده، وبقول لكم ده عن تجربه. فتجيبيه العلف البادي اللي هو الايمان الذهبي. ممكن في النامي المرحله اللي بعديها تجيبي العلف العادي اللي هو الايمان، بس من غير، مش شرط يبقى ذهبي يعني، بيبقى كويس. فحبيت ان انا اقول لكم المعلومه دي. غير بقى حاجه تانية، ان احنا دايما من عمر اسبوع بنقدم لكل انواع الطيور البصل. زي ما انتم شايفين كده بخلط البصل مع العلف. طبعا الفراخ دي في مرحله كبيره، بس انا بعمل لهم ده من عمر اسبوع. عمر اسبوع ببتدي اخلط البصل. اقوى مضاد حيوي ممكن تستعمليه طبعا، اللي اذا لقيتي انواع الاسهالات، عشان ما نتعرضش للكوكسيديا والكوليستريديا، فلازم نجيب مضاد حيوي من البيطري، او مضاد حيوي بشري 5 سم على اللتر ميه. طيب، حابه ان انت ترفعي مناعه الفراخ، سواء فراخ او بط، يعني ايا كان النوع الطيور اللي عندك، ممكن تجيبي اميولانت 1 سم على اللتر. طيب نكمل معانا، معلش اسفين على الفاصل ده، فاصل صغير ونعود. عدنا اهوت. نكمل. نجيب اميولانت 1 سم على لتر ميه، ترفعي مناعه الفراخ، تحطي 3 ايام كل اسبوع. بس بالافضل ان انت تستعملي السقوات والخلطات اللي انا دايما بقول لكم عليها، دي افضل حاجه طول ما حاله الفراخ كويسه. الا اذا لقيتي اسهالات، لقيتي خنفره، لقيتي عطس، لقيتي صد ضفادع، لقيتي الفراخ كيشانه دي يعني حالتها الصحيه مش كويسه خالص، مناعتها واقعه، ففي الحاله دي لازم نرفع مناعه الفراخ. تحطي البصل على العلف، او ميه البصل على الميه بتاعت السقوه، وتحط لهم اميولانت رافع مناعه 1 سنتي على لتر الميه. طيب، بس طبعا ما نحطش ميه البصل مع الاميولانت. ما حدش يحط لي دواء مع اعشاب ويجي يقول الفراخ حصل لها ايه. لا، الاعشاب لوحدها في سقوه، والدواء لوحده في سقوه. وقلنا هنقسم اليوم ل3 سقوات: سقوه الصبح وسقوه العصر وسقوه بالليل. سقوه الصبح مثلا الدواء، وسقوه العصر حاجه تانية، وسقوه بالليل حاجه ثالثه. البط كمان ينطبق عليه نفس اللي احنا قلناه للفراخ، 3 سقوات في اليوم: سقوة للعلاج، وسقوة مية صافي علشان غسيل رئوي، والسقوة التالتة تحط فيها أي بقى أعشاب، أي حاجة أنت عايزاها. طبعا في الشعير، وفي قلنا قبل كده الشاي بزعتر، وشاي بليمون، وشاي بريفو. طبعا كل ده عشان خاطر في الأيام اللي بيبقى فيها برد. طيب، إيه أهم حاجة بقى تحافظي عليها وأنت بتربي الفراخ أو البط أو أي نوع طيور؟ الدفى. الدفى عفا يا جماعه، زي ما قلت لكم قبل كده، اهم حاجه الدفى. طول ما الفراخ بتاعتك او الطيور عموما دفيانه، مش هيحصل لها كساح، مش هيحصل لها برد، مش هيحصل لها اي حاجه. طبعا لو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك وسبسكرايب ودعوه حلوه من قلبكم، ويا ريت تدعموني يا جماعه باللايك، اللي بيرفع الفيديوهات، وتعملوا مشاركه ليهم. ده مهم جدا بالنسبه لي، زي ما بقول لكم دايما في كل الفيديوهات. ويا رب يكون فيديو النهارده عجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.